السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي في الله. في هذا الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى هنتكلم عن 4 رموز في المنام تدل على الفرح والسعادة المستقبلية في حياتك، يعني حياتك القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. لو رأيت رمزا واحدا من هذه الرموز سوف تكون حياة مليئة بالسعادة، يعني السعادة قادمة عليك في طريقها إليك، والفرح في طريقه إليك أو في طريقه إليك إذا كنت امرأة. هذه ال4 رموز أحبابي في الله من أهم الرموز التي تعبر عن السعادة والفرح القادمين في حياة صاحب الرؤيا. في هذا الفيديو بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نتعرف على هذه ال4 رموز بعد أن تشاركونا في الصلاة على رسول الله. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على نبي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه. أحبابي في الله، كما قلنا في بداية الفيديو 4 رموز تدل على السعادة والفرح القادمين في حياتك. أول هذه الرموز هي حلم شراء السيارة الجديدة الفخمة وقيادتها، وبالذات لو انت كنت في الواقع او كنت في الواقع كامرأة لا تعرف ان تقود هذه السيارة، وحلمت انك تقود هذه السيارة في حلمك ومنامك، فابشر بالسعادة والفرح القادم في حياتك بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. الحلم الثاني أحبابي في الله هو حلم سقوط القمر من السماء واستقراره في حجرك أو في جلبابك. يعني لو أنت جالس وحلمت أن القمر سقط من السماء في حجرك، فهذه الرؤيا أقول لك أنك ذو حظ عظيم إذا رأيت هذه الرؤيا أو إذا رأيت هذه الرؤيا كامرأة. فهذه الرؤيا من الرؤى المبشرة بالخير وبالسعادة والفرح القادمين في حياتكم المستقبلية بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. الرمز الثالث أحبابي في الله هو حلم اللحم المطبوخ، شرط أن يكون مطبوخا، والسمك المطبوخ. هذه الرؤيا من الرؤيا المبشرة بقدوم السعادة والفرح إليك في حياتك المستقبلية بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه، فهي من الرؤيا المبشرة بقدوم السعادة لك. أبشر إذا رأيت أيضا هذا الرمز. الرمز الرابع أحبابي في الله هو شراء البيت الجديد. لو حلمت نفسك كرجل أنك تشتري بيتا جديدا غير بيتك الذي تعيش فيه، وكان هذا البيت أوسع وأجمل من بيتك وبه حدائق أو ورود أو أشجار خضراء، فهذه الرؤيا تبشرك بقدوم الفرح والسعادة في الفترة المقبلة من حياتك. وأيضا أنت كامرأة لو رأيت أن زوجك إذا كنت متزوجة قد اشترى لك بيتا جديدا وكان هذا البيت أوسع من بيته الأول، فهذه الرؤيا تبشر بقدوم السعادة والفرح في حياتك. وإذا لم تكن متزوجة وحلمت بشراء البيت الجديد، فهذه الرؤيا أيضا مبشرة بقدوم الفرح والسعادة. إذا كنت عزباء أو مطلقة فتبشرون بالزواج القريب من رجل سري ورجل ذو مكانة مرموقة في الواقع. السادة المشاهدين، أحبكم بلا حدود، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسعادة في حياتكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة وعمل لايك للفيديو وتفعيل زر الجرس. أشكر حضراتكم كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.